ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. ويلا نبدأ الملخص. وإياه اتعصب وقال هنسيب القصر، ومين اللي يجرؤ يأذي مراتي؟ والملكة الأم بتقول استدعوا طبيب ملكي، والكل بيكون مصدوم. وإياه قال لتشوي يعرف باباها وبياخدها بسرعة المستشفى، ومين بيقول للمساعد بتاعه يكلم وزارة النقل عشان تنظيم حركة المرور. الموكب الملكي لازم يوصل المستشفى في أسرع وقت وبيكون حزين. وإيان في المستشفى قلقان عليها جدا، والدكاترة بتقول له إن النبض منخفض والتنفس ضعيف. ودو بتروح الإقامة الخاصة، والخدم بيكونوا قلقانين على سيونج وبيقولوا لها نيجي معاكي المستشفى. قالت لهم لا، كلنا هنفضل هنا، وكل حاجة أكلت منها سيونج أو لبستها النهاردة تفضل مكانها. محدش يرمي أي حاجة، كل حاجة هتتفحص. وبتقول لهم إنه ممنوع أي حد يمشي من الإقامة الخاصة حتى هي كمان. والجاسوسة دي بتكون بتراقب الوضع من بعيد ومتوترة، ودو شافتها. وإيان واقف قدام غرفة العمليات، وبيجي أبوها وأخوها ومراته، وبيطلع الدكتور بيقول إن عندها تسمم بسبب جرعة زيادة من دواء كان ممكن تموتها، لكن لحسن الحظ أخدت العلاج قبل ما الدواء ينتشر في الدم، وهي هتاخد وقت على ما حالتها تستقر. وأبوها بيضرب إيان بالقلم على وشه، والحرس بيجوا وإيان بيقول لهم ابعدوا. وأبوها قال له أكيد مش هتعدي اللي حصل ده. قال له ما عنديش نية أعديه أصلا. ومن بيروح لإيان وبيزعق وقال له أنا كنت عارف أنت مش هتعرف تحميها أصلا، أنت معرفتش تخليها في أمان من أول يوم. وإيان بيقول له عشان كده أنا هنا، وبيؤمر بفتح تحقيق مع الكل حتى القصر والأسرة الملكية، ومش هيستثني حد. ومن بيقول له أنت مدرك بتقول إيه؟ قال له أيوه مدرك جدا، وبيكون في العادي ممنوع استجواب العيلة الملكية أصلا، لكن إيان أخد قرار قوي لأول مرة. ومن بيروح للملكة الأم وبتكون رافضة. قال لها إن الأمير الكبير إيان أمر بكده. قالت له إيان مش الملك. قال لها بس هو ليه حق تصرف بصفته واصي على الملك. وبتوافق غصب عنها، وبيقول لها التحقيق ده ضروري عشان سلامة الجميع. وبعدها بيطلع يصرح للناس بالقرار اللي إيان أخده، وإنهم هيحققوا مع كل حتى الأسرة الملكية ويظهروا الفاعل أيا كان مين، مفيش سلطة هتحميه. والشرطة بتاخد الخدم كلهم وتحقق معاهم واحد ورا التاني. وتشوي وتيجو ومراته في غرفة سيونج بيكونوا قاعدين مستنيين سيونج تفوق، وبتفوق فعلا أخيرا. وتشوي بيكلم دو يطمن على سيونج، وإيان بيكون قاعد لوحده حزين عشان سيونج، وبيفتكر لما أبوه كان بيضربه وهو طفل. والمربية بتروح ليان عشان تقول له إن سيونج فايت وبيجري بسرعة عشان يروح لها، والمربية بتكون وراه وبتقول له بالراحة اسمه الأمير، هتأذي نفسك. وبيكون الجري ممنوع بالنسبة له أصلا. وبيدخل غرفتها بسرعة وبياخدها في حضنه، وما بيعرفش يتحكم في دموعه. وبيقول لها أنت كويسة؟ قالت له إيه ده أنت بتعيط؟ قال لها كنت خايف تموتي، حسيت إني هخسرك. وبيعيط من خوفه عليها، وبتقول له إيه ده أنا كويسة، وبتسأله أنا أغمى عليا ليه. ومش بيلحق يرد عليها من بيدخل بيتكلم عن التحقيق، وبيكون إيان المفروض يروح عشان يحققه معاه. وبيطلع عشان يروح التحقيق، وبيقول لتشوي خليك مع سيونج ما تسيبهاش لحظة. ومين بيقول لسيونج إن جالها تسمم دوائي، وبيعرفها إنهم شاكين إنه متعمد. وإيان في التحقيق والمحقق بيقول له على الدواء اللي جاب لها تسمم، وإيان بيقول له إنه عارف الدواء ده وكان بياخده. وسيونج بتقول له تحققوا من الدواء اللي إيان بياخده ولا لأ. وبتفتكر لما كانت هتقع في الفرح قبل ما يشربوا المشروب ده، والكاسات اتبدلت وهي أخدت بتاعة إيان. وكده إيان المستهدف، وبتكون خايفة عليه وبتشيل الأجهزة من إيديها وعايزة تروح له. ومين بيقول لها اهدي هتروحي فين؟ قالت له إيان في خطر. وإيان بيقول للمحقق إن سيونج مش بتاخد الدواء ده في العادي عشان كده عاشت، لكن لو أنا اللي أخدته كانت الجرعة دي هتموتني. والملكة بتكون في منتهى الروقان قاعدة بتعزف ولا كأن في كوارث بتحصل. والمربية بتيجي تقول لها إن إيان دلوقتي في التحقيق، وإن الشرطة هتصادر كل حاجة ليها علاقة بالفرح حتى العربيات، وكل حاجة هتتفتش. والملكة قالت لها خلي الموضوع نضيف مفيش أي أثر عشان ما يحصلش أي مشكلة. ومين بيستثني إيان وبيقول له روح القصر. قال له بس مراتي في المستشفى. قال له هتيجي القصر الصبح، لكن القصر أأمن دلوقتي عشان كنتوا الاتنين. وسيونج مش بتنام وبتكون قاعدة تشوف الأخبار عنهم على السوشيال ميديا. وإيان بيرن عليها وبتكون قلقانة عليه، وبتقول له أنت كويس؟ أنت سايب المساعد بتاعك هنا ليه؟ في حرس ملكي كفاية. وبيقول لها تعالوا القصر. ومرات أخوها بتروح لها المستشفى تطمن عليها. وسيونج بتقول لها أنت إيه اللي جابك؟ قالت لها الأمير وصاني آجي، وكمان المساعدة بتاعتك طلبت مني كده. بعدها هم خارجين من المستشفى الصحافة بتكون في كل مكان وبيصوروا، وسيونج بتستعرض قدامهم قد إيه هي تعبانة وبتعمل نفسها بتكح عشان الناس تتعاطف معاها. في نفس الوقت دو بتكون في اجتماع، وقالت للناس يكتبوا مقالات تبين قد إيه هي ضعيفة، ويوصفوها إنها كانت مديرة تنفيذية وكانت وريثة مجموعة غنية، لكن جوه القصر هي مجرد واحدة من عامة الشعب عشان الناس تتعاطف معاها وتدعمها. بعد كده المربية دي بتروح للملكة تقول لها شوفي هتعرفي تاخدي ايه من مهام سيونج على ما تتعافى. قالت لها هاخد المهام بتاعتها كلها، لازم يبان اننا متفاهمين وبنحب بعض جدا. وسيونج بتوصل والملكة بتعمل نفسها طيبة وبتقول لها انا هاخد المهام بتاعتك كلها حالا لحد ما تبقي كويسة، اهتمي انت بصحتك دلوقتي
دلوقتي وما تشيليش هم حاجة. وإيان بيرفض وجود الملكة الأم مع الملك الصغير وقت التحقيق معاه عشان ما يحسش بأي ضغط في أي حاجة ويعرف يتكلم براحته، وقال إن هو الملك المفروض يبقى قادر يعمل كده. والسيونج بتدخل للملك الصغير وبيقول لها أنت كويسة؟ أنا سمعت إنك تعبانة. قالت له قلقت عليا ولا إيه؟ قال لها أيوه، وبيقول لها إن الشرطة دخلت القصر عشان تحقق. قالت له عايزين يعرفوا بس ده حصل بسبب عسر هضم عادي ولا حد وقعني. وبتقول لتشوي مش هما بيسألوا برضه؟ بيقول للملك أيوة بيسألونا كلنا، الناس جوه القصر وبره القصر حتى القطط في الشارع. والملك بيقول له انت هبل ولا ايه؟ القطط ما بتتكلمش أصلا. وبيضحكوا. وإيان بيجي ياخد سيونج لغرفتها وفي دكاترة موجودة بتركب الجهاز ده عشان يراقبوا نبضها فترة، وده عشان يطمنوا عليها. وإيان بيدي المربية تعليمات عشان سيونج، وبيقول لها ان المسموح يتعامل مع سيونج انتي ويكون معاك المساعد تشوي والمساعدة دو ومرات أخو سيونج. ولسه بيكمل كلامه سيونج بتقول عايزة اتكلم معاك لوحدنا وبيطلعهم بره. والمربية بتطلع بره وبتضحك كده وبتقول لازم نراعي انهم عرسان جداد برضه وبتمشي. والسيونج بتقول انا لسه مستغربة اللقب، وبتقول له حاسة ان المفروض ابقى حذرة في كل حاجة ولازم اكون مثال للرقي في كل لحظة. وبتسأله عملت ايه في الاستجواب، وقالت له اعتقد انت اللي محتاج الحماية مش انا. قال لها عارف. السيونج قالت له ايه الهدوء اللي انت فيه ده؟ قال لها انا مرتاح كده، كنت هبقى في رعب لو انت المستهدفة لكن الحمد لله انا المستهدف مش انتي. بصت له كده وبتكون زعلانة وبتضربه بالمخدة وبتقول له عايزني ابقى ارملة في القصر يعني؟ هقعد مع الناس دي ازاي من غيرك؟ قال لها اهدي انت هبلة ولا ايه؟ قالت له لو حصل لك حاجة مش هعرف اتطلق حتى. قال لها طريقتك درامية جدا في التعبير عن قلقك. وبيهديها وبيكلمها عن صلاحياتها الملكية وبيقول انه رفض طلب الملكة انها تعمل المهام بتاعتها. وفي الوقت ده تشوي ودو بيكونوا قاعدين بيشتغلوا مع بعض، واللورد بيجي يقابل الملكة الام وبتقول له ما تجيش القصر الفترة دي. استغرب. قالت له علشان ما يحصلش سوء تفاهم بس، وبيقول لها وانت هتكوني حكيمة لو اخدت حذرك. قالت له قصدك ايه؟ قال لها عشان ما يحصلش سوء تفاهم بس. بعدها مين بيجيله التقرير الجنائي ده وبيكون فيه ان الدواء اللي سمم سيونج كان في المشروب بتاع الفرح وقتها، وبيفتكر كلام سيونج. وبتيجي المين الجاسوسة لصالحة الملكة اللي في الإقامة الخاصة، وإيان بيدخل غرفة سيونج يتكلم معاها ونبضها بيعلى كده. ودو بتكون بتتكلم مع تشوي وبتقول له انت بتشتغل في القصر هنا من امتى؟ يعني شكلك صغير لكن شكلك عارف كل حاجة كأنك مولود هنا. قال لها اعتقد من وانا عندي 5 أو 6 سنين، انا يتيم زي ما انت شايفة كده، وسمعت ان اتثبت قدام مكان الإقامة الخاصة. ودو بتعتذر له انها سألته السؤال ده. قال لها لا عادي، انا ممتن لابويا وامي لان انا اتربيت بكل حب في مقر الاقامة الخاصة، وانا محظوظ ان انا اتثبت قدام مكان اقامة الامير الكبير. ودو نبضها بيزيد وبتكون مش فاهمه في ايه. والسيونج بتقول لي ايان ايه رايك تروح تنام على الكنبه؟ قال لها لا انا تمام كده، لو مش عاجبك روح انت. وبتقول له انا اللي تعبانه هنا. وبيقول لها تعالي بس ارتاحي. وبتقول له طيب ممكن اشيل الجهاز ده؟ قال لها لا سيبيه. قالت له بس عامل صوت مزعج جدا. قال لها ده دليل انك لسه عايشه، بحب صوته. وبيطبطب عليها لحد ما بتنام. وتاني يوم الصبح الدكتور بيقول ان ضغط الدم والنبض مستقرين. والسيونج بتنده على دو اللي بيدخل يرد عليها تشوي، وبيقول لها ان هو هيكون المساعد بتاعها لانها تحتاج حد عنده خبره في المهام الملكيه. وبتقول له دو فين؟ انت عملت فيها ايه؟ في الوقت ده دو هتشتغل هي مساعده للامير الكبير مكان تشوي. وبيتكلموا عن فعاليه ايان هيقدم فيها منح دراسيه، وتشوي بيعرف سيونج المفروض تعمل ايه وايه ممنوع تعمله في الفعاليات دي. وبيكون ده اول ظهور ليهم مع بعض بعد الفرح، والناس بتصورهم. وسيونج بتعمل قلب بايديها كده، وتشوي بيقول لدو قلت لها ده تحديدا ما تعملوش. بعد كده وهما بيشوفوا الصور تشوي بيقول لها بطلي تعملي كده، فبتعاند وبتعملها قدام وشه. ودو بتيجي وبتقترح ان سيونج هي اللي تقول الكلمه الافتتاحيه مكان من، وبتعجبهم الفكره. وسيونج بتعمل كده فعلا وبتهزر مع الناس. وايان وتشوي ودو بيكونوا واقفين بيتفرجوا عليها ومبسوطين. وبيوصل رسائل لكل الناس اللي حاضره، والصحافه بتقتحم المكان، وبيكون الكل عارف عن العقد اللي ما بينهم والتخطيط للطلاق كمان 3 سنين. وسيونج بتتوتر وبتكون مصدومة ومش عارفة تقول لهم ايه. وايام بيدخل يمسك ايديها ويقف قدامها ويخبيها من الصحفيين، وقال لها هو بجد الجواز بعد، واخدها وطلعوا بره. وبيخلص الملخص.